طيب الله أوقاتكم بكل خير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، معكم فيها شهاب الآية والمسهل بهم وأبرز العناوين. نجاح زراعة القمح المحسن في إقليم. الاحتفال باليوم العالمي لغسل الأيدي. دعوة لإرساء ثقافة التبرع الطوعي بالدم. نجاة قائد عسكري بارز من هجوم المسلح في أفغانستان. الصين تعارض استغلال حرية الملاحة في بحر الصين الجنوبي. وترامب يحذر المكسيك ويهدد باستدعاء الجيش. مرحبا بكم. أوضح مزارعو منطقة قرمخل بمديرية ابن حيلي بأن بذور القمح المحسنة التي زرعوها نمت بشكل جيد. وذكر كبير الباحثين لتحسين البذور في مركز حلحلي للأبحاث الزراعية السيد نجوسي أبرهة أن المركز وزع العام الماضي بذور القمح المحسنة المسمى سدرة، والتي تم توزيعها هذا العام أيضا ل 135 مزارع. من جانبه أوضح مديرية ابن حيلي السيد أبراهام مكونن بأن جهود وزارة الزراعة لتحسين إنتاجية المزارعين تحقق نتائج مرضية. وأشار مسؤول الزراعة في المديرية السيد يمان أباي إلى أن جهود المزارعين تسهم في رفع إنتاج البذور المحسنة، داعيا المزارعين للقيام بالاستعدادات اللازمة في مزارعهم والمتابعة المستمرة. احتفل إقليم القاش باركا باليوم العالمي لغسل الأيدي في 15 من أكتوبر في ضاحية فانكو. وقال مسؤول الصحة في مديرية السني الدكتور هينوك تكيئي في المناسبة التي نظمت تحت شعار غسل اليد ضمان الصحة، قال إن جهود ضمان الصحة المجتمع تنجح بالمشاركة الواعية للمجتمع والكادر الصحي، موضحا النتائج الجيدة للتعبئة التي جرت لنظافة البيئة واستخدام المراحيض وغسل الأيدي. من جانبه أوضح مسؤول إصحاح البيئة في إقليم القاش بركة السيد عبد يعقوب بترسيخ جميع أساليب مكافحة الأمراض، ومن بينها غسل اليدان، والتي أدت لخفض الأمراض الناجمة عن نقص النظافة. كما ذكر المدير العام للخدمات الاجتماعية في الإقليم السيد فرانكو كوبابا أن المجتمع المحافظ على نظافة البيئة قليل الإصابة بالأمراض المعدية. في غضون ذلك نظمت حملة نظافة واسعة في حضرة إقليم عنسبة مدينة كرن في 16 من أكتوبر الجاري. وأوضح مسؤول مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة الدكتور كاستا برهان سلمون أن الهدف من الحملة هو الوقاية من الأمراض بإرساء ثقافة نظافة البيئة، مؤكدا على أهمية البرنامج في مكافحة الأمراض الدخيلة. ودعا دكتور كاستا برهان سلمون السكان لدفن برك توارد البعوض واستخدام الناموسيات الموزعة لهم مجانا. قال مسؤول التعبئة والمعلومات في بنك الدم الوطني السيد محاري أبراهام أن التبرع بالدم عمل نبيل يجب إرساءه كثقافة في المجتمع لدوره الكبير في إنقاذ الحياة. وأوضح في الاجتماع التعبوي الذي عقد لأعضاء المكتب المركزي للإقليم الأوسط، أوضح بأن أنشطة التعبئة الجارية للتبرع الطوعي للدم تحقق نتائج جيدة، مما يتطلب مواصلة العمل المنسق للوصول إلى المستوى المنشود. وأشار السيد محاري أبراهام إلى أن تنمية محتويات بنك الدم مسؤولية الجميع، موضحا بأن المؤسسات الصحية الموجودة في البلاد تتطلب من 12 إلى 15 ألف وحدة دم سنويا، مما يدعو كافة أفراد المجتمع لتحمل المسؤولية. وأوضح مسؤول مكتب الإدارة في الإقليم الأوسط السيد ألم سقسهاية أن إدارة الإقليم الأوسط تعمل بقوة لإنجاح برامج بنك الدم الوطني. بدورهم ذكر أعضاء إدارة الإقليم الأوسط أن التوعية المقدمة تشجعهم للتبرع بالدم. هذا وقد عقد اجتماع توعوي ممثل لأعضاء قسم الحدائق والنظافة في الإقليم. عقد في مديرية ابن حيلي اجتماع لمدراء 37 مدرسة والمشرفون التربويين والمعلمون، وذلك لبحث العملية التعليمية. ودعا مسؤول الخدمات التعليمية في المديرية الأستاذ مريح كيروس دعا المعلمين عامة ومعلمي المدارس
الابتدائية ورياض الأطفال بصفة خاصة للعمل بقوة لتوجيه الطلاب. كما أوضح بأن المعلم له المسؤولية المهنية لتخريج طلاب أكفاء يتحلون بالقيم السمحة ونقل المعرفة جيدا إلى الطلاب. من جانبه أوضح مديرية أم نحيلي السيد أبراهام مكونن أن أولياء الأمور وإدارات الضواحي يساهمون حسب الاستطاعة لتمهيد أرضية العمل المناسبة للمعلمين، ودعا المدارس التي أظهرت ضعفا لمعرفة الأسباب وعلاجها. وأشار الاجتماع إلى أن ضعف مراقبة أولياء الأمور من الأسباب الرئيسية لضعف مستوى الطلاب، مما يتطلب القيام بالتوعية لتعزيز دور أولياء الأمور. أفاد مكتب وزارة الصحة في إقليم شمال البحر الأحمر أن الأنشطة الشعبية لنظافة البيئة التي بدأت عام 2009 تسهم لضمان صحة المواطنين. وأوضح مسؤول وحدة الصحة البيئية في المكتب سيد حقوس ملكاس بفعالية المهام المنفذة العام الماضي لدرء الأمراض الناجمة عن نقص النظافة البيئية. وأشار السيد حقوس ملكاس إلى إدخال المراحيض في 50% من قرى الإقليم وإصحاح بيئتها، حيث تعمل وزارة الصحة بالتعاون مع الشركاء لإصحاح بيئة القرى المتبقية. وفي الختام دعا لحماية مصادر المياه من التلوث ومشاركة الأسر والإدارات لإنجاح البرنامج. مشاهدينا، فاصل قصير ثم الأخبار على الصعيد العالمي. مرحبا بكم من جديد. ذكر مسؤولون أن أكبر قائد عسكري أمريكي في أفغانستان الجنرال سكوت ميلر لم يصب بسوء في واقعة إطلاق نار بمقر حاكم إقليم قندهار في جنوب أفغانستان، لكن قائد الشرطة الجنرال عبد الرازق قتل. وقال مسؤول أمني كبير إن الحارس الشخصي لحاكم قندهار فتح النار فأصاب عبد الرازق في ظهره بمجرد خروج المسؤولين من الاجتماع. وأصيب الحاكم ومدير جهاز المخابرات في الإقليم. وأفاد عدد من مسؤولي الأمن الأفغان والدوليين بمقتل عبد الرازق، أحد أقوى القادة في أفغانستان والذي اشتهر بعدائه لطالبان. وذكر الكولونيل كنوت بيتريز المتحدث باسم حلف شمال الأطلسي أن ميلر الذي كان يحضر اجتماعا مع مسؤولي الأمن قبيل الانتخابات البرلمانية لم يصبوا، لكن أمريكيين آخرين أصيبا في تبادل إطلاق النار ونقل من المكان. أجرى وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس محادثات مع نظيره الصيني في إطار سعي الولايات المتحدة إلى علاقات عسكرية أكثر مرونة يمكنها تحمل التوترات المتنامية بين أكبر اقتصادين في العالم. ورأى ماتيس بنفسه الشهر الماضي كيف يمكن أن يؤدي الشقاق المتنامي بين الصين والولايات المتحدة إلى تقويض الاتصالات العسكرية، عندما ألقت بكين خططا لعقد اجتماع في أكتوبر في الصين بينه وبين وزير الدفاع وي فنخا في رد فيما يبدو على العقوبات الأمريكية. وقال مساعد وزير الدفاع الأمريكي لشؤون آسيا والمحيط الهادي إن جعل العلاقات بين الجيشين الأمريكي والصيني أقل هشاشة أمر جوهري للمساعدة في الحد من احتمالات اندلاع النزاع المدمر. وفي سياق ذات صلة أكدت الصين احترامها وضمانها لحرية الملاحة البحرية وفقا للقانون الدولي والقوانين ذات الصلة، مشددة في الوقت نفسه على معارضتها الشديدة لأي دولة تستغل ذلك لتقويض سيادة الصين وتهديد السلام الإقليمي. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الخميس بإغلاق الحدود مع المكسيك إذا لم تتمكن من وقف تدفق المهاجرين من أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة. وكان ترامب انتقد في وقت سابق المكسيك لعدم مساعدتها في وقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى الولايات المتحدة. كما قرر وعده الانتخابي بأن المكسيك ستدفع تكلفة الجدار المزمع على الحدود الأمريكية المكسيكية. كما جدد ترامب تهديداته بقطع المساعدات المالية لدول أمريكا الوسطى المعنية بمسألة الهجرة والمهاجرون الذين قدموا خصوصا من هندوراس عبروا السلفادور وغواتيمالا.
وصوب ترامب أيضا هجماته على أعضاء الحزب الديمقراطي الذين يريدون بحسب قوله فتح الحدود. ويزور وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بنما والمكسيك. قررت الحكومة الاسكتلندية حظر نقل الماشية بعد ظهور إصابة مؤكدة بمرض جنون البقر في إحدى المزارع بمقاطعة أبردشاير ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضتها وزارة الزراعة لمحاصرة المرض. وقال وزير الزراعة في اسكتلندا إنه تم تنشيط خطة الحكومة الاسكتلندية للاستجابة لحماية القطاع الزراعي بما في ذلك فرض حظر على التحركات الوقائية في المزرعة. وأضاف أن هناك نشرات توعوية دورية تحث المزارعين المهتمين بالماشية للحصول على المشورة من الطبيب البيطري على الفور. يذكر أن اكتشاف مرض جنون البقر لأول مرة في الأبقار ظهر في المملكة المتحدة عام 1986 وتم العثور عليه في 24 دولة إضافية منذ ذلك الحين. نهاية النشرة، شكرا لكم على حسن المتابعة.